جديد جميل جدا، وأجمل منه أن يتم تدشين الملعب الكبير بحضور فعاليات أسدت للرياضة الوطنية من قنيطرة خدمات جلة. لكن سيكون أجمل لو لم يكن ذلك الاستثناء الذي أخرج اللاعب الكبير بوجمعة بن خريف من اللائحة القنيطرية. أليس هو من دخل عرين أو دخل لائحة المنتخب الوطني المغربي في الستينات ولعب كأس العالم مكسيكو سنة 1970، ومن أهدى للمنتخب المغربي هدية النصر على المنتخب الجزائري في اللحظات الأخيرة من تسديدة قوية وفي الأنفاس الأخيرة. بن خريف لعب للنادي القنيطري وكذلك لعب للمنتخب الوطني، ودرب عدة أندية وطنية وخليجية، وفاز مع النادي القنيطري بكأس العرش 72-73. إذن بن خريف غني عن المقال وغني عن التعريف، ولسنا ندري لماذا هذا الاستثناء من القاعدة، وهو استثناء مبهم وغامض. والكرة الآن في مربع الجامعة الملكية المغربية لترد الرد الشافي الكافي المقنع عن سر هذا الغياب.